انت مين؟ صحي الحق يا صلاح، عبده حصل له حاجة. فاق. قرب صلاح من عبده. انت كويس؟ حاسس بقى؟ انا زي الفل. صرخ عبده بألم لما ضربه صلاح بالبوكس. انا بسأل عقلك جراله حاجة؟ ازاي تروح لوحدك؟ ده لولا عودي شافك بالصدفة ما كناش هنعرف حاجة، وحضرتك بقى تفضل تتصفى لحد ما نخلص منك انت وغبائك. لو سمحت ابعد شوية، انت كده بتأذيه. خلاص يا حبيبتي، انت دورك انتهى، سيبي الباقي ليا. هو ايه اللي سيبي الباقي لي؟ انت اتجننت ولا ايه؟ دي لو رصاصة ما خلصتش عليه انت اللي هتخلص عليه وتجيب اجله. ابعد لو سمحت، ابعد. ايوه ابعد عن مريضي. ايوه ابعد عن مريضها. لحظة ياسمين نظراته. ايه دوت؟ انت كمان قليل الادب زيهم؟ وهستنى ايه صحيح من واحد صاحبه عودي؟ هقيس الحرارة والضغط لو سمحت. طبعا، اتفضلي. مبسوط بنفسك قوي انك انهيت حياة بني ادم؟ خليكي في شغلك احسن لك. انا مش بعالجك لجمال عيونك، انا بعمل واجبي وهكمله للنهاية وهبلغ عنك في الاخر. وهنا رد صلاح. مش قلتلك يا بنتي هتنسي اللي شفتيه واللي سمعتيه كمان؟ عمري ما هنسى ان انا عالجته عشان يقوم، عشان ياخد جزاته. طلعها بره، طلعها يا صلاح. فاكرني هخاف منكم واشكالكم ديت؟ احنا لازم ننظف البلد منكم. روحي بلغي. سيبها صلاح تخرج. انت اتجنيتي؟ ينفع هتبلغ؟ خليها تبلغ. بقت واقفة وهي حاسة بالحيرة. هو انت ليه عملت يعني؟ ومهما كان مبررك ما يسمحلكش تعمل حاجة زي كده. باخد حق ابويا اللي راح بنفس الطريقة، وساعتها ما فيش حد نصفه وهم بقوا مبسوطين واحنا حياتنا اتدمرت. ليه ما صدقونيش لما رحت بلغت عنهم؟ وطلع في الاخر ان ابويا مات قضاء وقدر. انت مش قاضي، لو كل واحد هياخد حقه بايده كان زماننا دلوقتي عايشين في غابة. واشمعنى محدش اخد حقي؟ طلبت بالقانون محدش رد عليا. ليه؟ عشان هما كانوا اغنى واكبر مني. هو ده العدل بقى؟ انت شايلت نفسك ذنب كبير قوي. ده القصاص؟ لا، دي نفس اللي راحت دي على فكرة. وابويا كان ايه؟ كان مجرد كلب عادي يروح؟ انت مش حمل ذنب، ربنا اكيد كان هيعاقبه في الدنيا قبل عقاب الاخرة اللي هو اكيد. اعتبر اللي حصل ده عقاب ربنا ليه. انت مش ندمان؟ كان عايز يقول لها بس عانيت نفسه. لا، مش ندمان ولا هندم فيهم. انا ضميري عمره ما هيسمح لي اني اسكت. ثابته ومشيت، بس صلاح لحقها على السلم وشدها. اسمعي يا بت، انا مش زي اقول لك روحي. لا يا عين امك، ده انا محكي من على وش الارض انت وكل عيلتك. يا تنسي اللي حصل يا تحصليهم. انت فاهمه؟ الدموع لمعت في عينيها بخوف. مين دي؟ التفتوا على صوت همس. ايه ده؟ انت لسه ما غرتيش انت كمان؟ مين دي؟ انت جايب بنات؟ اصل البيت بيتك بقى، تعمل فيه اللي انت عايزه. زق صلاح ياسمين ومسك همس من ريحها. بقول لك ايه، انا على اخري، انا نفسي امسك حد اطلع فيه كل الغل اللي جوايا، فبلاش تبقى انتي ماشي زي الشاطره كده يا حبيبتي، تاخدي بعضك وعلى بره. فاهمه؟ انت فاكر نفسك مين؟ انت مش خطيبي ولا جوزي عشان تمشي كلامك عليا. انتوا ليه كده؟ انتوا ليه كده اغبياء ما تسمعوا الكلام وخلاص؟ مش هسيبك معاها لوحديكم، خليها تطلع قدامي الاول. اللهم طولك يا روح. امشي يا بنتي، انت مالكيش دعوه عشان ما يحصلكيش زيها. اتصدم لما رفعت ايديها. يا قليل الادب يا منحط، وانا هسيبك؟ طلبتيها ونقولتيها، انا بقى اللي هربيكي. شدها بقوه ورماها في اوضه فاضيه وقفل عليها. افتح يا مجنون، والله لو اديك ورا الشمس. افتح يلا. قرب من ياسمين. هتبلغي صح؟ سكتت وما قدرتش تتكلم. شدها بقوه وراح ناحيه الباب، وهنا همسه كانت بتصرخ. افتح والله ما ارحمك يا صلاح، افتح. الباب اتفتح ولقيت ياسمين بتترمي عليها، فوقعوا الاتنين على الارض، وصلاح قفل الباب. من غير اكل ولا شرب والله لا اسيبكم تعفنوا. اتحرك بعيد، وكان في نفس الوقت عدي داخل وسمع صوت همس. ايه ده؟ انت كنت فين؟ اهدى يا عم، المهم في مصيبه. ايه؟ ما ماتش، لحقوه كان في نفس وعايش. وهنا اتصدم صلاح. نعم؟ سمعوا صوت خطوات. مفيش داعي. عبده، بقول لك ايه، ينفع تهدى كده؟ قعد عبده ببروده وملامحه مش ظاهر عليها اي حاجه. بصوا لبعض وهم مستغربين، وهو من جواه ارتاح وحسها اشاره من ربنا. غمض عينيه بقوه وبقى يحمد ربنا في سره انه ما ماتش. فتح عينيه وقال هخليه يتمنى الموت وما يلقاهوش.
بص صلاح لعدي اللي كان هيلطم. نروح عند ام ياسمين. يعني ايه مش لاقيينها يا بنتي؟ يعني راحت فين؟ مش عارفة، واحد لقى فونها مرمي قدام المستشفى. يا لهوي يا لهوي، بنتي فين يا ناس؟ وهنا اخو شروق قال احنا نبلغ البوليس، هي كده بقالها 24 ساعة متغيبة. يا ريتني كنت سألت من بدري، بس انا فكرتها شفت زيادة. يا لهوي يا بنتي، ما تخافيش ان شاء الله هنلاقيها وهتبقى بخير. يا رب يا رب، انا ماليش غيرها. يا رب يا رب رجعها لي يا رب. ايه ده لها بس؟ سمعوا صوت حد بيخبط الباب، وفجأة لقوا واحدة من الجيران. سمعنا ياسمين طفشت يا ام ياسمين. ايه الكلام ده؟ يعني بدل ما تدوروا عليها قاعدين تقطعوا فروتها. والله لو ما مشيتي يا وليه يا حيزبونا من اللقم عليكي اطلع كل النار اللي جوايا فيكي. الله، واحنا مالنا يا اختي؟ بنتك اللي هربت سابتهم ومشيت. وهنا قالت شروق طنشيها يا خالتي طنشيها. نروح في المستشفى، الامن والحراسات والبوليس. دخل شاب متضايق. واسع انت وهو. ممنوع ايه؟ انا ابنه، واسع كده. دخل الاوضه لقى ابوه متوصل في الاجهزه. قرب منه. مين اللي عملها؟ قول لي بس اسمه. ابن الهواري عبد الرحمن الهواري. اتمناها وطلعها. ماشي. سابه وطلع جري وراح على الفيلا. دخل واتصل بالحرس ودخل رئيس الحرس. اسمع يا منصور، عاوزك تراقب الفيلا بتاعت الواد اللي اسمه عبد الرحمن الهواري ده، وتراقب صحابه كمان. من عناية يا باشا. وهات لي كل الشركة اللي عنده، كل الشركة اللي في الشركة بتاعته، كل واخدين كل الأسهم في شركاته. اشتريهم، اعرض عليهم أضعاف الأضعاف لحد ما يبيعوا. انت فاهم؟ أوامرك يا أحمد بيه. مش الحارس اتصل أحمد على واحد. ايوه يا متر، قول للبوليس يمشي من المستشفى، قول له ان احنا متنازلين عن حقنا، انا هعرف اجيب حقنا كويس. قفل الفون بجنون. ماشي يا حقير، اما خليتك زي الحشره ادوس عليك بجزمتي. ما باشا يا احمد. في الكافيه كانت قاعده شروق بقلق قدام عدي. خير يا استاذ عدي؟ ايه اللي ما كانش ينفع تقوله لي على الفون؟ ياسمين حصل لها حاجه؟ ياسمين سافرت. نعم. ايوه، لما كلفت صاحبي الضابط يسال عنها لقى انها سافرت في بعثه طبيه لسويسرا. نعم. واللي هو ازاي دوت؟ صدقيني ده حتى هي مبسوطة هناك جدا. انت فاهم بتقول ايه؟ ياسمين شغالة ممرضة في مستوصف بسيط، عمرها ما فكرت في البعثات ولا الكلام الفارغ ده. وبعدين تسافر ازاي من غير ما تقول لنا ولا حتى تقول لامها؟ ما هو انا هقولك الموضوع حصل ازاي. هي البعثة جت فجأة كده وكان زي الطيارة، يا تلحقي تركبي فيها وتطيري مع احلامك، يا اما بقى تروحي تعرفي اهلك واصحابك ويكون الحلم طار. الصراحة أنا شايف إنها شخص شجاع جدا. أنت عملت حاجة في ياسمين وجاي تألف عليا الفيلم الحمضان ده صح؟ لا خالص، مين اللي ضحك عليكي وقال لي كده؟ بقى دي جزاتي؟ أنا مش مصدقة ولا كلمة منك، أنا حاساك كده بتحور عليا. لو ما قلتش حاجة ياسمين فين أنا هبلغ عنك. روحي بلغها عني براحتك. وقام حاطط رجل على رجل. هو أنت فاكرني بهدد صح؟ لا أنا هوريك الفعل كمان. راحت مطلعة فونها وصورته بسرعة. مش كده على فكرة، كنت تنبهيني عشان اتعدل وتاخدي صورة حلوة. طب بصي استني، بصي هديكي واحدة من المعرض عندي، صورة جامدة وبالأخص بقى اللي على البحر. مشيت شروق بتكلم نفسها. أنا اللي غلطانة، أما خليت إسلام أخويا يبلغ. أنا كنت فاكرة إني واحد شهم هيقف جنبي. طلعت على اسمه مباشرة. الضابط شاف الصورة. متأكدة هو ده بقى اللي لقى الفون وانتي بتتهميه باختفاء صاحبتك؟ أيوة هو ده، حتى كمان اسمه عدي. بص لها بذهول وفعلا اتصل حد. تعالى انا عاوزك. فضلت قاعده حاطه رجل على رجل. خلال دقايق وهيبقى هنا. والله انكم خارقين فعلا بجد، انا ما غلطتش لما جيت هنا. ابتسم لها بسمه صفرة وهي فضلت قاعده لحد ما الباب اتفتح ودخل عدي. هو ده يا باشا، بسرعه اقبض عليه بسرعه. كنت قلتي انك جايه هنا كنا جينا سوا. وشاور الظابط. اهو مظبوطه يا ابني. بعد الضابط عن الكرسي وقعد عدي والضابط اداله التحية العسكرية. تمام يا فندم. وطلع. ايه ده بقى؟ شكلي كده احلى من الصورة اللي انت اخدتيها صح؟ انت بتعمل ايه هنا؟ اوعى يكون اللي في بالي. ايوه هو اللي في بالك صح. اتصدمت. يعني انت ضابط؟ الرائد عدي. وليه ما عرفتنيش حضرتك؟ اقعد يا شروق.
انا مرضتش اقولك في البدايه عشان مش عاوزه اقلقك مني او تاخدي جانب يعني. انا دايما كده بحب اساعد الناس من غير ما اعرفهم منصبي. يعني انا ظلمتك، للاسف ظلمتيني وحسستيني ان انا غلطت اني اساعد الناس. لا مش قصدي والله، بس كلنا خايفين على صاحبتي اللي مختفيه دي بقالها يومين. احط نفسك مكاني، لو اختك هتعمل ايه؟ صاحبتك بالفعل انا لقيت تليفونها قدام المستشفى، ولما قلت لك حوار البعثة يعني كان غرضي اخليكم تطمنوا، لاني بحس الامني هي بخير، بس ممكن تكون في حاجة منعتها ترجع البيت. يعني هي مش مخطوفة؟ لا لا، الطريقة اللي انا لقيت بيها الفون واقع ما تقولش ابدا انها مخطوفة. فبصيت له بذهول. هو في فرق يا باشا؟ طبعا طبعا يا شروق، الحاجات دي اي ظابط يفهمها، بس مش اي ظابط، واحد كده لازم يكون عنده خبرة زيي. ايه يا رب يا باشا، اصلك ما تعرفش امها حصل لها ايه، الست هتموت. لا 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 ما تقلقيش. فون شروق رن وفتحته وسمعت اصوات صريخ، فقال عدي ايه ده؟ ابو ياسمين عرف وشكله بيتخانق مع امها. قامت تجري وهو راح وراها، راحوا البيت. كان ابو ياسمين نزل في امها تخطيخ. البنت راحت فين؟ والله ما اعرف. بقى بنتك تهرب؟ يا فرحتي بتربيتك، ازاي يحصل كده؟ بس الغلط عليا انا اللي سبتها لك، ما كانش لازم اسيبها لواحده مهمله زيك. بنتي ما هربتش، وبطل بقى تربي ودلك للناس بدل ما تدور عليها يا راجل. ادور فين يا هانم؟ ادور فين بعد الفضايح دي كلها؟ بس دخل عدي. نزل ايدك عنها، بنتك فعلا اتخطفت. انا الضابط اللي الانسه شروق بلغتنا باختفاء صاحبتها، كاميرات المستشفى بتقول كده. نعم، همس له. هنقول كده بدل فضيحه خروجها، نظبطها انا وانتي سوا، ماشي؟ صح انت عندك حق، صح. بنتكم مخطوفه الساعه 1 بعد ما خلصت شغلها. صح. وللاسف دي عصابه خطيره، بيخطفوا البنات عشان يستغلوهم في حاجات، استغفر الله العظيم. فعلا صح. يعني ايه؟ مش عاوزكم تقلقوا، انا مش هسيبها، بنتكم هتبقى قدامكم في اقرب وقت. يا بنتي يا حبيبتي يا بنتي، حضنتها شروق. ما تخافيش ان شاء الله هتبقى بخير. مشي عدي وهو متضايق وراح الفيلا. كان قاعد صلاح وجنبه عبده اللي نام على الكنبه. لازم ياسمين ترجع لاهلها، عيلتها متدمره، ابوها ضرب امها، الناس بيقولوا عنها انها هربت، حاله العيله دي اتدمرت بسببنا، لازم ترجع. فرد عبده. ايه الاوفر ده؟ ياسمين عايشه في حاره بسيطه يا عم، ابوها شكله كده راجل شكاك، انا اضطريت اقول له انها مخطوفه. وهنا عبده بصيله. وانت عرفت ازاي ولا وصلت ليهم ازاي؟ ها قول لي هببت ايه بالظبط؟ بنت صاحبتها يعني، انا كان نيتي يعني ان انا ليهم عشان ما يبلغوش عنها، والبوليس بقى يربط وقت الحادثه باختفاء الممرضه، او لو حد فرغ الكاميرات المستشفى هنتكشف كلنا. فرد صلاح. وحضرتك بقى مش عارف لما البنت دي تخرج وتقول الحقيقه، ساعتها هتطلع حضرتك كداب ومش بعيد يتسحب كرنيهك. ازاي بس؟ فرد عبده. ما كانش ينفع تتصرف من دماغك يا غبي. فرد صلاح. خليك بقى منيمهم يومين كده لحد ما نشوف البنت دي تتكلم ولا ايه نظامها. في الاوضه كانت قاعده ياسمين بتعب، وهمسه عماله تتحرك يمين وشمال في الاوضه. ماشي، انا مش هسيبه، هدفعه التمن غالي الواطي. اسكتي بقى، تعبتيني، انا دماغي صدعت. انتي مين؟ انتي اللي سمح لك تتكلمي اصلا؟ اتلمي بدل ما اخلي يومك احمر زي اللي انتي لابسه ده، عشان انا جبت اخري منك. انتي مين؟ شكلك مش زي البنات اللي بشوفهم في التي في. انا ممرضه وجيت بالغلط، ليه يحسب مع صلاح ده وانا بصفيه. وانتي مالك بصلاح؟ وحساب ايه ده ان شاء الله؟ ولا هو من امتى بيعرف بنات؟ وانتي مالك؟ وايه نبرة الغيرة دي؟ وبعدين انتي مش بتقولي هتبقي مرات عبد الرحمن والبيت بيتك والكلام العبيط ده اللي دخل صلاح في الموضوع؟ هو يعني صاحب عبده خطيبي، انا خايفة على خطيبي يتضرب بسببه. بس انتي مش لابسة دبلة ليه؟ لانه لسه ما خطبنيش. فتح ناحية ياسمين وضربت كف على ايدي التانية. يا دي النيلة، الناس دي يا ربي. بس برضو هعرف انتي مين. الباب اتفتح مرة واحدة وظهر صلاح. ايه ياسمين، القعدة عجبتك ولا ايه؟ هو انا طول اقعد في فيلا زي دي؟ بس ما تنساش الاكل بقى عشان انا لحم بطني من امبارح. شكلك مطاول. بس عموما اتمنى تفكري بسرعة، ابوكي راح لامك واتخانق معاها بسبب كلام الناس انك هربتي،
شنو صاحبتك يا عيني مش عارفة تلحق من فين ولا من فين. بصيت له بصدمة. الحل هيبقى في ايدك، تخرجي وتطمنيهم. تخرجي وتطمنيهم. فكري بقى عقبال ما اجيب لك الاكل. وقفل عليهم الباب تاني. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ ده نعرفه الحلقه الجايه. ايه استنونا ولو سيبينا اخر الحلقه يا مش تاكل القناه والله اكل الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.